السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وبعد. ما زلنا مواصلين في حديثنا عن الأحكام المتنوعة في شهر الصيام. الله سبحانه وتعالى فرض علينا صيام شهر رمضان، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وذكر الأيام المعدودات لأن الأصل في الشهر العربي 29 يوما، فالإنسان يصوم 29 يوما ثم ينتظر، فإن رأى الهلال أفطر، وإن لم يرى الهلال أتم عدة شعبان، أتم عدة رمضان، ويكون 1 شوال بعد 30 يوما من رمضان، وهكذا في بقية الشهور. تحدثنا في الحصة الفارطة عن كيفية دخول الشهر ورؤية الهلال وبعض التفصيلات. اليوم سنتحدث بحول الله عن المفطرات التي قد تعترض الصائم فيفطر بذلك، منها ما يترتب عليها القضاء فقط، ومنها ما يترتب عليها القضاء والكفارة. والمفطرات كما قال العلماء كل شيء يدخل للفم أو من الأنف أو من العين أو من الأذن أو من الدبر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فالأشياء الداخلة من هذه التجاويف ووصلت إلى الحلق وتجاوزت الحلق أو إلى المعدة فهذه تعتبر من المفطرات. قد يضطر الإنسان إليها اضطرارا بسبب المرض أو ما شابه ذلك، وقد لا يضطر إليها فيفعلها الإنسان فيفطر بذلك. طيب، أول شيء يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من أكل أو شرب ساهيا فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا أخذ به علماء وفقهاء كالحنابلة والشافعية، فقالوا أطعمه الله وسقاه يمسك بقية يومه، أي يصوم بقية يوم ولا يرجع شيئا. وأما علماء المالكية والمدرسة المالكية اشترطت على هذا الذي أكل وشرب صائما، معناه أكل وشرب ساهيا في نهار رمضان، أن يمسك بقية يومه، نعم، ولكنه يقضي ذاك اليوم. واضح؟ وهذا تعليله قول الإمام مالك لعدم انتهاك حرمة الشهر. الشهر مثال 29 يوم، يلزم يكون 29 يوم صائم ما فيه حتى خلل، فإن وقع خلل قضاه. وقاس على الصلاة، الإمام مالك قاس على الصلاة، قال: قد يخطئ الإنسان في الصلاة فيزيد في صلاته أو ينقص، هل من زاد في صلاته أو نقص سهوا هل يترك هكذا لا يجبرها بشيء؟ قال: أكيد يجبرها بشيء. إنسان صلاة الظهر 4 ركعات فصلاها 5 سهوا، هي يقول صلاها 5 يسلم ويمشي على روحه؟ لا، قال لك باش يجبرها. بماذا تنجبر؟ بالسجود البعدي. وإنسان نقص فعوض أن يصلي 4 ركعات صلى 3 ركعات، فهذا ناقص، يزيد ركعة ويأتي بالسجود كذلك. فهذا الإمام مالك قال مثلا بمثل. أخطأ الإنسان فأكل أو شرب، نحن لا نقول أن صومه باطل، لا، بل نقول إنما أطعمه الله وسقاه. ولكن هل يدل في الحديث شيء على عدم إيجاب القضاء؟ قال لا، يلزم يقضي تلك الأيام. فقول هنا بالوجوب وقول ثان بعدم الوجوب أي بالاستحباب، وكلاهما موجودان في المذهب. طيب، الإنسان أحيانا لديه حبوب أقراص تاع دواء يأكلها دائما، يشربها قبل أذان الصبح،
قبل أذان الصبح ياخذ في الدواء متاعه، ويلزم ياخذ الدواء هذا. يا أخي إذ استيقظ متأخرا فاق 6 متاع الصباح نهار، ويلزم ياخذ الدواء متاعه الذي الطبيب قال له يلزمك تاخذ الدواء متاعه، اللي هو مرتب على أقساط يرتب فيه في الليل ومنظم. في النهار هذاك ما فاقش للصبح، وما فاقش قبل الصبح، فكان بعد الصبح، فهذا يأكل ذاك الدواء، يلزم يأكل الدواء متاعه. أما كانش ربما تحصل له أشياء في الجسد متاعه وهو لا يدري. ويمسك بقية يومه. قال العلماء يأخذ دواءه وما يدور مع الدواء. ساعات دواء قوي يلزم معاه شرب ماء ويلزم معاه كعبة يغرت، فهذا يلزم يأكل حربوشة ومعاه كعبة يغرت وشرب ماء، ثم يمسك وما عادش يأكل شيء ويكمل الصيام متاعه ويقضي يوما بعده. كذلك المفطرات التي تقع في العين وفي الأذن وفي الأنف غالبها أنه يصل صداها إلى الحلق، فهذه راهي من المفطرات، ماذا به الإنسان يستعملها بعد المغرب. أما هي تختلف، ديما الإنسان يستشير الصيدلاني والطبيب تو يعطيه الدواء هذا يفطر ولا ما يفطرش، يغذي ولا ما يغذيش، يوصل للحلق ولا ما يوصلش، لأن فما أدوية قطرات متاع عين للتنظيف الخارجي فقط ينظف بها العينين، فهذه ما يوصلش للحلق، هذا ما يفطرش حتى ولو عملها في النهار لا إشكال في ذلك. وكذلك في الأذن، وكذلك واضح في الأنف، تبقى على مجرد الأنف فقط خارجيا. أما إذا كان وصلت إلى الحلق لهنا ينقلوا له راه الإنسان هذا ماذا به يستعملهم في الليل ليحافظ على صيامه إلا إذا اضطر إلى ذلك. واضح. وتحدثنا كذلك عن الحقنة الشرجية، وهي الإنسان ساعات يبدأ يتسكر ما ينجمش حشاكه، معناها يدخل للطوالات يقضي الحاجة متاعه ما يقدرش، فالأطباء توصلوا إلى إيجاد أدوية مع كالمفاتيل حقنة زريقة يستعملها في الدبر، في لحظة درجين تتحرك الكرش متاعه ويرجع لا بأس. فهذه نشوفوا هل ترى، نسأل الطبيب والصيدلاني هل ترى هي تغذي الجسد ولا ما تغذيش، تقوي تفطر ولا ما تفطرش، هذه كلها باستشارة الطبيب، لأن بعض الحقن ما تفطرش تسرح فقط، وفما بعض الحقن الأخرى فيها مغذية وفيها كذا. كذلك بخاخ الربو، الناس اللي عندهم ضيق تنفس عافانا وعافاكم الله ربي يشفيهم إن شاء الله، يستعملها الإنسان بالليل وبالنهار ديما عايش معه. بخاخ الربو فما بخاخ فيه الأكسجين فقط باش يقوي له عملية التنفس، باش يضاعف عملية التنفس، باش يقوي الرواري، وما فيهاش حتى أدوية أخرى، فهذه عادي حتى ولو استعملها في النهار. وفما بخاخ آخر يخرج معاه حتى الغبرة، فما أدوية تخرج معاه، فهذه راهي تعتبر مفطرة. وعادة اللي يستعملوا في بخاخ الربو عادة يكون المرض متاعهم مزمن، ويشترط عليهم الطبيب ألا يصوموا، قل لهم لا يلزمكم تفطروا وبرا افدي وإلا خرج فلوس وإلا أطعم ولا كذا، وفك عليكم الصيام لأن الصيام يتعبك ويضر بصحتك. كذلك يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، اللي يقوم بحجامة، والحجامة هي نزع الدم من الجسد، الدم الفاسد يلزم يخرج من الجسد. لو كان يبقى الدم الفاسد في الجسد والعياذ بالله يصاب الجسد بالانهيار. هذاك علاش من رحمة الله بنا أن جعل للمرأة الحيض والنفاس أن تتنفس يخرج لها الدم الفاسد، والرجل هو ما عندوش لا حيض ولا نفاس، يجيه نهار ويلزم يخرج الدم هذا، إما أنه يضرب في حاجة ولا كذا يخرجك الدم وتشوفوا الدم أكحل فاسد. لو كان يبقى ذاك الدم في الجسد يفسد الجسد. أو بالحجامة، إذا كان مر عليك شهر كامل وما خرجش حتى دم، فلهنايا الشريعة استحبت للجسد أن يقوم بالحجامة، وهو نزع الدم
في مواطن خاصة بين الكتفين عادة، اللي يعملوهم هذوكم بالمغايث، هذيك الحجامة الإنسان يعملها في النهار، في نهار صيام رمضان، وإلا في الليل، ولا كيفاش. الأفضل أنه يعملها في الليل، الأفضل. أما إذا كان عملها في النهار وعنده قوة ولم يضطر للأكل ولا للشرب، وقال لك مستانس أنا الدم متاعي نجبد الدم عادي، فهذا لا إشكال في ذلك إن فعلها في النهار. يعني الحديث هذا أخذ به الحنابلة والشافعية، ولم يأخذ به علماء المالكية، واضح؟ قالوا لأنها أفطر الحاجم والمحتجم. ما هوش كما أيامنا هذه، كما قديما كان يحط معناها قصبة ويبدأ يجبد فيها بالدم بفمه ويبزق، هذا الحاجم. والمحتجم من إفراغ الدم ربما يدوخ، ربما يدخل بعضه، فهذا جاء متاع أفطر الحاجم والمحتجم. أما أن الوسائل تطورت وتنوعت، فأصبحت وسائل متطورة، ولا داعي للحاجم أن يشرب من الدم شيئا، والمحتجم كذلك المحجوم ليس عليه شيء وينزع الدم وما يجرى له شيء، فهذا عادي حتى ولو يستعملها في نهار رمضان. ويأتينا الآن تحليل الدم وإلا التبرع بالدم في نهار رمضان. هو راه ما يفطرش، تبرعت بالدم وإلا نحوا لك الدم ومشيت على روحك، عادي جدا، لا إشكال في ذلك. أما إذا كان قال لك يلزمك تاكل وتشرب باش يرجع لك الدم كما كان وأفضل، ويعطوك مثال كاس عصير وكذا قطعة من المرطبات وما شابه ذلك، فهذا يأكل ويشرب ويرجع، يقضي نهارا واحدا، لا كفارة عليه. وخاصة إذا كان الإنسان باش يتبرع لصديق أو كذا أو لحادث مرور وتطلب التبرع بالدم، فمشى يتبرع بالدم، فهذا بالعكس. ما نقولوش أنك عملت إثم في رمضان هم فطروك ولا كذا، لا بالعكس، عندك أجر لأنك ساهمت في إنقاذ البشر. طيب، وقد يفطر الإنسان وهو متعمد، ولكن لا معناها ليس عليه كفار، بل عليه القضاء فقط. إذا كان جانا رمضان في الصيف والناس يمشيون للبحر في الصيف، وفما كالسباح المنقذ في البحر، واحد من المصطافين دخل البحر وغرق، كاد أن يهلك، إيش بيش يعمل السباح هذا؟ بيش يدخل ينقذ ذاك النفس. إذا كان دخل وشرب من الماء، ماء البحر، فعليه القضاء فقط، يقضي ذاك اليوم فقط، وليس عليه قضاء وكفار. أحيانا يكون الغرق أكثر من شخص واحد، وربما فيها مغامرة، وحتى السباح المنقذ ربما يموت ويهلك، وشفنا برشا حالات أنه ينقذ الأول والثاني والثالث ومن بعد يموت، لأنه لا يتحمل أكثر من ذلك. فالسباح هذا المنقذ معناها باش ينقذ لنا توا 10 من الناس غرق، وهذا يلزمه يتطلب أكل وشرب وجهد. فهذا إن أكل أو شرب للتقوي على إنقاذ الناس فهذا ليس عليه شيء، وخرج بنفسه وخرج لباس. نحمد ربي سبحانه وتعالى ونشكروه لأنه أنقذ لنا أولئك الأنفس، فعليه القضاء فقط، يمسك بقية يومه إن قدر على ذلك، ويقضي بعد رمضان تلك الأيام التي أفطرها. وكذلك الإنسان قد يضطر للأكل والشرب لإنقاذ أنفس، أما بصفة أخرى، خاصة الناس المسافرين اللي في الكيران وفي اللواجات وكذا، هو يخدم، راه سائق الأجرة وسائق الحافلة وسائق السيارات هذه اللواج وكذا، راه هذا يعتبر عامل يلزم يصوم، بخلاف المسافرين اللي راكبين يجوز لهم الفطر. هذا ينافي يمشي ويجي على سوسة مثال 180 كيلومتر أو أكثر، هكاك ولا 140 120 140 أكثر من 85 كيلومتر، صحيح 85 فما فوق. فالمسافة ما بين تونس وسوسة أكثر من 85 كيلومتر، فالسائق يمشي مرة ولا 2 ولا 3 تونس سوسة،
فهذا وجب عليه الصيام لأن الخدمة متاعه هذيك. أما بقية المسافرين الركاب يجوز لهم الفطر إذا تحركت بهم الدابة وخرجت عن أول قرية يسكنونها. خرج من تونس مثال ودخل النابل، مثال من تونس ودخل النابل، فجاز لهم الإفطار في الصيام، وجاز لهم كذلك تقصير الصلاة الرباعية إن أدركتهم الصلاة 4 ركعات واللي ركعتين في الظهر والعصر والعشاء. باهي. فلهنا السائق يحس في الكياس يموج، يعني يبدأ يترهوج، هذا يلزم يحبس الكرهبة ويشرب الماء ويأكل ويشرب إنقاذا لنفسه وللبقية. لو كان يصر ويقول لا خليني نبقى صايم وما عندي قوة، حتى لن يصير من بعد لحظات يصير حادث أليم يموت فيه الكل. هؤلاء هنا ولا أدى بنفسه إلى التهلكة وهو لا يدري. فلذلك الإنسان يكون واعي، والله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وما فرض علينا الصيام إلا لأمر نطيقه. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بشيء نحن لا نطيقه. 5 صلوات قادر الإنسان أن يصليها، شهر رمضان يستطيع الإنسان أن يصومه. أما لو كان جد 6 أشهر صيام، قلة من الناس يستطيعون الصيام 6 أشهر متتابعة. ولو كان جد 50 صلاة في اليوم والليلة كما فرضت أول مرة في ليلة الإسراء والمعراج، ما كان الناس يقدرون على ذلك. وسيدنا موسى تحدث مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وقال له: يا محمد سل ربك التخفيف، فإني قد خبرت بني إسرائيل بأقل من ذلك ولم يقدروا. قل له يزيد يخفف لك حتى لأنه وصلت 5 صلوات، ومع ذلك قال له زيد اسأل التخفيف فإن قومك لا يقدرون على ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل بأقل من ذلك ولم يقدروا. وإلى الآن 5 صلوات وتجد الناس ثقيلة عليه، وخاصة اللي راتي نهار ولا نهارين ما صلهمش يجدها ثقيلة. 10 صلوات ولا 15 صلاة باش يرجعها يجد صعوبة معناها في إرجاعها، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أي هذه الصلاة ثقيلة إلا على من اصطفاه الله سبحانه وتعالى لها، فيجد راحة عندما يصلي. باهين. يأتينا الآن البلغم والتقيؤ في نهار رمضان. هل يوجب القضاء فقط؟ هل يوجب القضاء والكفارة أم ليس عليه شيء؟ هنا فيه تفصيل. أول شيء التقيؤ هو إخراج ما في الجوف. إنسان عباها بالباهي في السحور، هذاك علاش نقولوا نحن في السحور راه الأكلة متاعه خفيفة جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور وأقلها شربة ماء. شرب ماء يكفيه، أما هو عامل ميدة من هنا الغادي ويأكل حتى لا يتكل تالي. فهذا في نهار الصيام سيجد صعوبة في التنفس، ما عادش ينجم يتنفس وما ينجمش حتى يتحرك. الله هنايا وش باش يعمل؟ كان غلب القيء وخرج له، خرج القيء وخرج ما في جوفه غلبة، غلب القيء وخرج، يمسح فمه وليس عليه شيء ويكمل الصيام ولا قضاء عليه. أما ساعات ما يغلبكش القيء، يبقى 3 ولا 4 سوايع وهو متقلق، لهنايا يلزم هو باش يخرج يقيأ روحه. فقيأ روحه، أدخل إصبعه في فمه ليخرج ما في جوفه، فلهنا قيأ نفسه لإنقاذ نفسه. قال في الحديث: ومن استقاء فعليه القضاء. أي من طلب الاستقاء معناه بالقوة وخرج ما في جوفه، فهذا يمسح فمه كذلك ويقضي يوما بعد رمضان، يكمل الصيام ويقضي يوما بعد رمضان. أما البلغم والتقيؤ القيء الخفيف الذي يصل إلى الحلق، أنت تجي تلوج عليه وهو يهبط يرجع، والبلغم والريق، فهذا ليس فيه لا قضاء ولا كفار. واضح؟ ساعات تجيك بلغم، ساعات يوصل لك حتى للفم ويرجع، أشياء بسيطة قليلة.
متى الإنسان يحذر؟ إذا وصل ذاك القيء إلى الفم وامتلأ كامل الفم، تعبى فمه بالطعام، تعبى فمه بالطعام، فهذا وجب عليه مجه، إخراجه، يلزم تخرج. حتى لو كان في الصلاة يلزمك تقطع وتمشي تفرغ اللي في فمك وترجع تعود الصلاة متاعك، وإلا كأنك مسبوق. أما الإنسان اللي يوصل الطعام إلى فمه وقادر على إخراجه ثم بعد ذلك أصر على إدخاله، فهذا في المسألة قولان: قول بالقضاء والكفارة، وقول بالقضاء فقط. مفهوم؟ قول بالقضاء والكفارة، وقول بالقضاء فقط. كيف يقول لك قضاء يعني ترجع نهار فقط، كيف يقول لك كفارة، كفارة هي إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. والمالكية فضلوا الإطعام على الصيام إلا في حالات. يعني أنت إنسان يقول لك راني أنا مثال راني فطرت متعمد، تقول له يلزمك القضاء والكفار. يقول لك شنو الكفارة هذه؟ قضاء هني فهمتها، الرجع نهار. والكفارة شنو هذه؟ الكفارة تقول له تطعم 60 مسكينا. المسكين الواحد الوجبة الواحدة كم؟ ذكروني، كان أعطيتكم المبلغ المرة اللي فاتت. أقل حاجة شنو وأكثر حاجة شنو؟ صحيت 500 فرنك وإلا 5000. من 500 ل 5000. 500 فرنك يقدر عليها الإنسان. بعض القرى ضعيفة الحال يقدروا كان على 500، ثم بعض القرى الأخرين والمدن الكبيرة يقدروا حتى على 5000 وأكثر، فله ذلك. واضح؟ وقلنا ديما المفتي يحسبها بأقل حاجة كي لا يحرم الناس من زكاة الفطر في آخر رمضان. باهي. حصلت في قرطبة، وفقهاء المالكية يذكرون ذلك في كتبهم، أن أميرا من أمراء قرطبة في إسبانيا لما كانت تحت إمرة الإسلام أفطر في نهار رمضان متعمدا بجماع أحد الجواري أو النساء، فجمعوا له مجلس قضاء، قضاة دايرين به بالحاشية بهذا الملك بهذا السلطان، وقال لهم أفتوني راني افطرت كيفاش نعم، نصوم ولا نطعم ولا كذا؟ فكادوا أن يجمعوا على الإطعام، فقالوا إن المالكية تفضلوا الإطعام فنرى لك الإطعام. فتكلم رجل من العلماء الحاضرين فقال له: لا أرى لك إلا الصيام، أن تصوم شهرين متتابعين. شفت هنايا الحكم متعلق بهذا الملك والسلطان فقط. علاش؟ لأن فرح هو بالحكم الأولاني، وقت اللي قال له تطعم 60 مسكين، في هذا يطعم بلدة كاملة لا بس عليه، ينجم كل يوم يطعم حتى 120 مسكين وعادي جدا ما عنده شيء، ويولي ينتهك حرمة الشهر، ويولي جامع في أهله بالليل وبالنهار وعادي وما عندوش حتى حواجز. فهذا الفقيه قالوا: لا نرى لك إلا الصيام، أنت يلزمك تصوم شهرين متتابعين باش ما عادش ترجع لهذا الأمر، ولكي تكف نفسك عن اقتراف مثل هذه الأشياء وانتهاك حرمة الشهر. والله تعالى أعلم وأحكم، وإلى لقاء آخر إن قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.